سالفة دي بي كوبر الجني اللي ضيع هيبة أمريكا. يا هلا والله ومسهلا بالربع. اليوم جايب لكم سالفة ما هي بس تطير النوم، إلا تخليكم تفكرون 1000 مرة قبل ما تركبون أي طيارة، وأفص من ورقرين. هذه السالفة يبيلها رواقة، لأننا بنغوص في أدق التفاصيل اللي خلت الاف بي آي يشدون شعورهم 50 سنة ولا لقوا الحل. تخيلوا معاي، التاريخ 24 نوفمبر 1971. الجو في مدينة بورتلاند كان كئيب، مطر وبرد يكسر العظم. وسط هالزحمة مشى رجل بكل هدوء، ملامحه عادية، شعره أسود ومسرح على ورا، لابس بدلة سودة كأنها طالعة من المصبغة الحين، وقميص أبيض وربطة عنق سودة، شايل بيده شنطة دبلوماسية وسيجارة بال مال. راح لشباك التذاكر وقال للموظفة بكل أدب: تذكرة اتجاه 1 لسياتل، الله لا يهينك. سألته عن اسمه، قال دان كوبر. دفع $20 كاش وركب طيارة بوينغ 727 الرحلة رقم 305. ركب الطيارة وجلس في المقعد 18 سي ورا خالص، طلب بوربن مع سودة وروق المنقة. المضيفة فلورنس كانت تمر، قام كوبر بكل هدوء وعطاها ورقة مطوية. فلورنس متعودة أن الركاب يغازلونها، أخذت الورقة وحطتها في جيبها ولا افتحتها. كوبر ناظر فيها ببرود وقال لها بصوت واثق: يا آنسة، أنصحك تشوفين الورقة، ترى معي قنبلة. فلورنس هنا ركبها الخوف، قعدت جنبه وقالت له: وريني وش عندك. فتح كوبر الشنطة بكل برود، وش شافت؟ 8 أصابع حمر ديناميت موصلة بأسلاك كثيرة وبطارية كبيرة. وقفل الشنطة وقال لها: اسمعي زين، أبي منك 4 أشياء: $200,000 عملات غير محروقة، 4 مظلات باراشوت، 2 أساسية و2 احتياطية، وشاحنة بنزين في سياتل عشان نعبي الطيارة فوراً، وإياكم والحركات النص كم ولا إنسفتكم. المضيفة راحت للطيار وعلمته. الطيار كلم البرج، والبرج كلم الاف بي آي، وبدأت حالة استنفار عالمية. تخيلوا، الطيارة قاعدة تدور في الجو فوق سياتل لمدة 2 ساعة، والركاب ما يدرون عن شيء. كوبر كان يقول لهم بكل أدب: فيه مشكلة فنية بسيطة وبنحلها. في هالساعتين كوبر كان جنتلمان بشكل غريب. كان يسولف مع المضيفة، طلب كاسة ثانية، ودايم يدفع بقشيش للمضيفة. الاف بي آي كانوا يراكضون في شوارع سياتل يجمعون 200,000 بفئة $20، وصوروا الأرقام التسلسلية لكل ورقة. أخيراً نزلوا في مطار سياتل الساعة 5:45 العصر. كوبر قال للطيار: وقف الطيارة في مكان بعيد ومظلم. طفوا أنوار الطيارة. جاء مسؤول من الشركة ومعاه الشنطة. كوبر قال للمضيفة: روحي خذ الشنطة والمظلات. استلم الغنائم وبكل لعانة ذكية قال: يلا، كل الركاب ينزلون والمضيفة فلورنس تنزل، بس الطاقم القيادة والمضيفة تينا يبقون معاي. عبوا الطيارة بنزين، وكوبر أعطى الطيار أوامر غريبة جدا: نبي نطير للمكسيكو سيتي، والارتفاع لا يزيد عن 10,000 قدم، والسرعة تكون بطيئة جدا، والباب الخلفي للطيارة يبقى مفتوح. الطيار قال له: يا ابن الحلال، خطر نطير والباب مفتوح. كوبر رد ببرود مرعب: أنا قلت اللي عندي، طير. طارت الطيارة الساعة 7:40 بالليل. الجو كان عاصفة رعدية، مطر وبرد تحت الصفر. وراهم طيارتين مقاتلتين يراقبونهم، بس بسبب الظلام والغيوم ما كانوا يشوفون شيء. بعد 20 دقيقة
كوبر طلب من المضيفة تينا تدخل قمرة القيادة وتقفل الباب. تينا وهي رايحة شافته يربط شنطة الفلوس حول خصره ويلبس الباراشوت. فجأة الطيارين حسوا بهزة قوية في الطيارة، كأن شيء ثقيل طاح منها. لما وصلوا لمطار رينو ونزلوا والشرطة محاصرة المكان، دخلوا ورا وش لقوا؟ ولا شيء. الباب الخلفي مفتوح والهواء يصفر، وربطة عنق كوبر السوداء طايحة على المقعد، بس كوبر والفلوس والمظلات فص ملح وذاب في وسط الغابات والجبال الموحشة. الFBI قلبوا الدنيا، جابوا جيش كامل، طيارات تجسس، مشطوا كل شبر في الغابات. لقوا جثث ناس ضايعين من سنين، بس كوبر ما له أثر. في سنة 2080 طفل صغير اسمه براين كان يلعب عند النهر ولقى 3 حزم فلوس قديمة ومتآكلة، وطلعت هي نفسها فلوس كوبر. هنا الحيرة زادت، إذا الفلوس في النهر يعني كوبر غرق، طيب وين الجثة؟ وين باقي 200,000 دولار؟ ليش الفلوس كانت مرتبة؟ كأن أحد حطها هناك يبي يوهم المحققين. المحققين استجوبوا أكثر من 800 شخص. طلع واحد اسمه ريتشارد ماكوي، بعد 4 شهور سوى نفس الحركة بالضبط ونجز من طيارة. صادوه، بس المضيفات قالوا هذا مو كوبر، كوبر كان أرزن وأذكى. وطلع واحد اسمه دوين ويبر، وهو يموت قال لزوجته أنا دان كوبر، بس الDNA ما تطابق. الأدلة العلمية الحين تقول إن ربطة العنق اللي تركها لقوا عليها ذرات تيتانيوم نادرة جدا، وهذه المادة ما يستخدمها إلا مهندسين في مختبرات سرية. يعني كوبر كان عقل مدبر ومهندس، مو بس حرامي. البطل الشعبي. في عام 2016 الFBI رفعوا يدينهم وقالوا خلاص استسلمنا، قفلوا ملف القضية وهي لغز. كوبر الحين صار أسطورة، في ناس للحين يروحون الغابات يدورون الشنطة. الاحتمالات يا جماعة 2، إما إنه مات بالبرد والقفزة وأكلته السباع والفلوس ضاعت، أو إنه كان ذيب ومخطط لكل شيء وعاش حياته ملك، وللحين يضحك على العالم وهو يشوف صوره في التلفزيون. سؤالي لكم الحين، لو كنتم مكان كوبر ومعكم هالشنطة والباراشوت بوسط العاصفة، تنقزون؟ أنا عن نفسي لو شفت المطر بقول للمضيفة هاتي كاسة شاهي ثانية، هونت عن السالفة كلها.